بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وعربية كروز. طبعا العربية فيها حادث خلفي ومغيرة النص الخلفي. الراجل الطيب اشترى العربية دي من شهرين، كشف عليها ببنزينة. طبعا العامل اللي كشف له عليها او الناس اللي كشفت عليها ببنزينة ما قدرتش تعرف ان العربية مغيرة نص خلفي، وبالتالي الراجل اشتراها بعدها فكر يبيعها. طبعا لما جه يفحص العربية اكتشفنا ان العربية مغيرة النص الخلفي. طبعا الراجل كانت حالته صعبة جدا، واحنا عايزين نحط نفسنا كلنا مكان الراجل الطيب ده، لان طبعا البنزينة هو كلم الناس وقالوا له خلاص الراجل اللي كشف عليها مش موجود واحنا مشيناه. طبعا كلم الراجل اللي باع له العربية قال له لا خلاص انا عملت لك عقد مسجل، والعربية مش هينفع ارجعها تاني لان انا صرفت الفلوس بتاعتها. طبعا ما نرفع العربية نلاقي النص واضح. طبعا كان سهل جدا ان الراجل اللي كشف له عليها يعرف ان العربية مغيرة نص. لو رفع العربية هيظهر معاه النص الخلفي اللي متغير، ومن قبل ما يرفع العربية كمان يقدر يعرف من القوايم والقطعية اللي موجودة. طبعا الراجل طبعا حزين جدا ومش هيعرف طبعا يرجع العربية، وهيبقى في مشاكل كبيرة جدا مع الراجل ده في التراخيص، ولا يعرف يرجع العربية ولا يعرف يبيعها، لان الراجل عنده ضمير عمره ما هيبيع العربية الا لما يقول اللي فيها. وطبعا عشان يقول اللي فيها العربية مش هتجيب النص الثمن اللي هو دفعه فيها. طبعا الراجل ده احنا كلنا عايزين نبقى في مكانه، كلنا نعرف التعليقات بتاعتكم على الفيديو دوت على اساس ان الراجل ده اتظلم، ونحط نفسنا كلنا مكان هذا الرجل اللي اتظلم في العربية اللي معانا. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينة نصر.